الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أيها الإخوة، هذه الوقفة الثالثة مع حديث أم معبد الخزاعية عاتكة بنت خالد الخزاعية رضي الله تعالى عنها. وصلنا إلى قولها أكحل. قلنا على أن أكحل معناها على أجفان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مكحلات، يعني تشوفوا تتهم عليهم مكحلهم وهم ما هم مكحلات، إنما خلقهم الله هكذا. ثم قالت أكحل أزج. أزج معناها أنه حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطأ. شديد سواد الشعر معناه أن سقبته كانت كحلة حتى عليه الصلاة والسلام. إذا صمت علاه الوقار، معناها لين يعود صلى الله عليه وسلم ساكت ما هو متكلم تعود إليه الهيبة عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلم يتكلم، وإذا تكلم علاه البهاء، والبهاء اللي هو الحسن والجمال. معناها على أنه صلى الله عليه وسلم كان في أحسن حالاته دائما يسوى الصلاة يتكلم ويسوى ساكت. ثم قالت بعد ذلك أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، معناها على ذاته زينة وجميل وحسن من بعيد. ومع ذلك ملقات وأحسنه وأحلاه من قريب، معناها نين ملي يعود أحلاه أولك هو كما هو ذاته زينة عليه الصلاة والسلام وحسن الخلق والأخلاق. ثم قالت تصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حلو المنطق، معناها كلامه زين حتى وعذب ومونك. فصل معناها كلامه متفاصل ما في شيء متخلع. لا نزغ ولا هذر، معناها ان كلامه ما هو شوي ولا هم لي كثير، لا على انه متوسط يتكلم لا للحاجة. ولا هذر معناها الكلام اللي ما هو مهم ولا عنده معنى ولا مغضي ما يقول لا شفايت عليه الصلاة والسلام. كأن منطقه خرزات نظمية يتحدر، معناها كلامه لا كأنه موزون، يقول لا شفايت وعنده المعنى وفيه المعنى. طيب، ثم بعد ذلك لا توصف قامته، قالت ربعة، معناها ما هو طويل ولا هو قصير، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول، معناها ما هو طويل كي قلنا ولا هو قصير عليه الصلاة والسلام. غصن بين غصنين، وهذا مدي معناها أن وسط في قامته، ما فهم طول زائد ولا هو قصر كذلك. توقفوا إن شاء الله هون، ونواصل إن شاء الله الوقفة الموالية بإذن الله تعالى.